ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الدلاية اللي مرسومة قدامكم دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم شايفين دي سبورة انا برسم عليها الشغل بتاعي وبكتب عليها كل التفاصيل بتاعتي اللي هعملها. تمام، اذا كانت رسومات، اذا كانت كتابات، اذا كانت الالوان اللي انا هستخدمها، الاشكال هتبقى عاملة ازاي، كل حاجة بكتبها على السبورة دي. طبعا لو ما عندكيش السبورة تقدري تستخدمي ورقة تكتبي عليها كل الحاجات بتاعتك وترسمي عليها الشكل بتاعك. تمام، علشان تكون مرجع ليكي، خصوصا لو الشغل ده افكار من دماغ العميل. تمام، زي ما انتم شايفين استخدم اللون الاصفر والبيبي بلو واللبني. اهم حاجة السطح يكون نظيف كويس وايديك تكون نظيفة كويس وكمان الادوات تكون نظيفة كويس. انا هنا خدت اللون اللبني وبدأت ان انا افرده بالنشابة بتاعتي. عايزة اقول لكم وعايزة افكركم ان النهاردة ان شاء الله هتشوفوا في الدلاية دي طريقة التسوية والتركيب والتغليف. هنعمل فيها كل حاجة من اول التصميم لحد التغليف. تمام، زي ما انتم شايفين دي ورقة فويل بتاعة علبة لبن اطفال. انا بشيلها اول باول كده علشان استخدمها، وطبعا لو مش عندك تقدري تستخدمي اي حاجة علشان تعملي تأثير على الشكل. خدت القطاعة المدورة دي وضغطت كده على الشكل بتاعي وبدأت اشيل الزيادة بالقطر، وبكده نبقى عملنا القطعة اللي احنا هنكتب عليها. تمام، خدت هنا بقى قطعة من اللون الاصفر وبدأت ابرمها بايدي كده علشان اعمل بيها الاطار للقطعة بتاعتي. انا هنا محبتش استخدم المكبس كتير، انا هنا برمت بايديا كده الاطار. طبعا كل ما تمرني ايديكي مرة مع التانية هتلاقي ان انتي بتطلعي المناسيب صح، وهتلاقي ان ايديكي خدت على الشغل والشغل بيطلع معاكي كويس. هنا بقى بدأت ادمج كده بايدي بعد ما شلت الزيادة بالقطر. تمام، وضغطة بسيطة كده تانية بالنشابة بتاعتي علشان اتأكد ان الاطار ماسك في القطعة. تمام، وبعد كده بأصغر اداة من ادوات التنقيط ببدأ ان انا اعمل الفستانات اللي قدامكم دي. تمام، لو ما عندكيش ادوات التنقيط بأي اداة من ادوات التشكيل او بأي مسمار او دبوس او اي خلة عندك تقدري تعملي بيها الفستانات دي بكل سهولة ومش هتاخد معاكي اي وقت. هنا بقى بالكارت بتاعي او بمسطرة او بالقطر هنبدأ نحدد سطور تكون متساوية في المسافة. تمام، وطبعا على حسب عدد الكلمات اللي انت هتعمليها او كمية الكلام اللي انت هتكتبيها. طبعا هي الخطوط دي مش ظاهرة غير ليا انا بس. تمام، بعد التسوية مش هتبقى موجودة اساسا. انا هنا فتحت المكبس بتاعي وكان مكانه لون اصفر فما احتاجتش ان انا انضفه. انا هستخدم اللون الاصفر في الكتابة. تمام، وخدت اصغر قطعة فيها فتحات. تمام، هي فيها فتحة واحدة بس وهي اصغر فتحة فيهم، في دي اللي هستخدمها في الكتابة. زي ما انتم شايفين بحط كده اول سنة او اول حرف في الكلمة بتاعتي، وطبعا بشد خط كده على طول الكلمة اللي انا هكتبها. تمام، بحاول بالتقريب كده اشوف مقدار الكلمة هيكون قد ايه. تمام، وبعد كده بشيل الزيادة. هبدأ بقى احط الاسنان او السنون بتاعة الكلمة بتاعتي. انا هكتب دعاء السفر، دعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انا هكتب الدعاء كامل. تمام، زي ما انتم شايفين بحط كده السنون بالطريقة دي سنون بتبقى بحاول اخليها تكون متساوية في الحجم. تمام، وكمان الأحرف بتاعتي لو حرف ألف حرف لام بحاول أخلي كل الحروف في نفس التساوي بتاعة الكتابة علشان يبقى الشكل منسق وجمالي أكتر. أنا هنا كده بحط النقطة بتاعة حرف الباء وهبدأ بقى أكتب حرف النون. بثبت كده وبعدين بشيل الزيادة وبعدين بحط النقط أو الأسنان بتاعة الكلام. هنكتب كلمة الذي. زي ما انتم شايفين بحاول ان انا كل الألف اللي في الكلام يبقى في نفس التساوي، طولهم يكون قد بعض،
وبرضو حرف اللام برضو يكون بنفس التساوي. هنا كده عملت شرطة طويلة شوية، وبعدين خدت حرف الزال كده عملته تمام، وهنا هكتب حرف الياء بتاع كلمة الذي، وهقطع بالطريقة دي. وبعدين بقى بضيف النقط بتاعتي. انا حطيت نقطة الزال، وهحط نقطتين كده كشكل جمالي على تحت حرف الياء. هنعمل كمان سطر مع بعض، وبعدين تشوفوا الطريقة كده علشان ما نتكلمش كتير ونرغي كتير. انا هنا بكتب كلمة سخر زي ما انتم شايفين، عملت اول سنة وسحبت خط تمام، وخدت جزء كده عملته حرف الراء، وبعد كده هرجع تاني زي ما قلت لكم نعمل السنون او الاسنان بتاعت الكلمة تمام. بحاول على قد ما اقدر ان الاسنان تكون ماشية على الخط بتاعي، ما تبقاش اطول وما تبقاش اقصر. وهنا خدت قطعة زيادة كده واطول شوية، وكتبت حرف الخاء، وحطيت النقطة بتاعتي. هنكتب كلمة لنا، بثبت كده من فوق وبثبت من تحت، وبعدين بشد الخط، وبعدين برجع اثبت من تحت واثبت من فوق، وبعدين بحط السنة بتاعت كلمة لنا وبحط النقطة، وكده يبقى احنا برضو عملناها على خطوتين. يعني انا بعمل الكلمة كلها على خطوتين، في كل الكلام بتاعي هتلاقوه برضو على خطوتين. هنكتب كلمة هذا زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة كده لو انا عايزة اعمل شكل او اعمل اي حاجة في الحرف. وبعدين بشد الخط بتاعي، وبعدين بعمل حرف الزال، هاخد زي سنة كده هكمل بيها الكلمة بتاعتي من تحت، وخدت شرطة كده وعملتها حرف الألف. طبعا لو انتي مش هتعرفي تكتبي كده بالطريقة دي، ممكن الأول تعملي الكتابة بتاعتك على ورقة، وبعدين تمشي على الخط اللي انتي عاملاه على الورقة، وبعدين تسويها بس في الفرن حوالي مثلا 5 دقايق، وترجعي تلزقيها بالليكويد على القطعة بتاعتك. انا بصراحة ما بفضلش الطريقة دي، انا بحب اكتب كده وهي القطعة بتاعتي ما دخلتش الفرن وما استوتش تمام. الكتابة بتبقى احسن بصراحة، وبتوفر عليك وقت ومجهود. هنا بنكتب كلمة كنا، وبحط السنة بتاعت حرف النون، وبحط النقطة بتاعتي. انا هسيبكم بقى مع الكتابة، وبعد ما نخلص ان شاء الله باقي الدعاء هنرجع نكمل باقي الخطوات مع بعض. ما تنسوش احنا هنعمل في الفيديو ده الدلاية من كتابة لتصميم لتسوية لتركيب لتغليف، هنعمل فيها كل حاجة. اسيبكم بقى مع الكتابة ونرجع لكم تاني.
هنحط كده النقطة بتاعت حرف النون ورجعنا لكم تاني. انا هاخد بقى اداة من ادوات التنقيط وهبدأ اعمل الفتحات بتاعتي بتاعت الدلاية من الناحيتين، تمام، علشان نعملهم مظبوطين. يعني بالتقريب كده هتحطي النقط بتاعتك، او لو حاسه ان انتي هتتلخبطي بمسطره او بالكارت بتاعك من بعيد كده، ابدأي حطي النقط بتاعتك. دي قطعة تانية انا هكتب عليها بالانجليزي، تمام. بحدد برضو سطور كده بالكارت بتاعي وكتبت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا بصراحة مش بروفيشنال قوي في الكتابة بالانجليزي، فحبيت لما اتدرب اكتر واتمرن اكتر ابقى اعرفكم الطريقة. بس انا النهاردة حبيت ان انتوا بس تشوفوا التصميم اللي على القطعة دي. عايزة اقول لكم غلطتين انا وقعت فيهم في الجزء ده، تمام. اول غلطة انا وقعت فيها ان انا حددت مكان فتحات الدلاية من قبل ما اكتب، وطبعا دي كانت غلطة، لان انت ممكن وانتي بتشتغلي تلاقي نفسك غيرتي المكان اللي انتي هتكتبي فيه الكتاب. فدي اول نقطة، ما تحطيش الفتحات بتاعت الدلاية الا بعد ما تخلصي التصميم او الكتابة بتاعتك. تاني نقطة أنا غلطت فيها إن أنا ما كملتش التصميم كفستانات زي ما انتم شايفين. الفستانات برضو نسيت أعملها وما عملتهاش غير بعد ما خلصت الكتابة، وكمان كنت هبدأ أعمل الورود اللي على التصميم. فطبعا نخلي بالنا من الحاجات دي لأنها بتفرق جدا، ممكن أساسا تنسيها وما تفتكريش إلا بعد ما تدخل الفرن تستوي. فطبعا هتبقى يعني مفيش حاجة بقى قابلة للتعديل. زي ما انتم شايفين انا ببدأ اعمل وردة كده على الجنب. حطيت جزء كده دايرة كده صغيرة من اللون الاصفر على جنب القطعة بتاعتي، وهنا عملت رول كده، تمام. وبعد ما عملت رول هبدأ اقطعه قطع متساوية وتكون قد بعض، تمام. وهبدأ اعملها كده زي الافرع بتاعة الوردة، او هبدأ اعمل زي كده حبوب اللب كده، تمام. انا مش عارفة هو اللب حبوب ولا لا بس هي زي ايه، زي اللب، تمام. وهبدأ ان انا الزقها كده على قلب الوردة بتاعتي. انا بصراحة بحب يعني احاول اوصل لكم المعلومة باي مثل او باي حاجة بتيجي في بالي. فكان اكبر تشبيه هي فعلا شبيهة لللب بتاعك، يعني اللب اللي احنا بناكله، فحبيت ان انا اقول لكم ان هي شبيهة لللب. ببدأ احط كده الفروع بتاعتي حوالين القلب بتاع الوردة. هنعمل واحدة تانية كمان مع بعض، وهسيبكم بقى يعني علشان مطولش عليكم في الفيديو، علشان لسه فيه خطوات تانية كتير. فهنشوف كده يدوبك هي وردة تانية ونكمل باقي الخطوات. زي ما انتم شايفين انا بعمل خطوط كده في الافرع بتاعتي، و بكده ابقى خلصت اول وردة، تمام. طبعا اي شوائب او اي حاجة بتيجي معايا بشيلها. هاخد الاول قطعة من اللون الاصفر، ودي هتبقى قلب الوردة. دي هتبقى وردة اكبر شوية في الحجم. خدت قطعة من اللون الاصفر وحطيتها بالطريقة دي، وبدأت اطبطب عليها كده، وبأداة التنقيط هبدأ ان انا اعمل فيها نقط صغيرة كده علشان تديني شكل جمالي، تمام. وبعمل برضو قلب الوردة الاولى، وهبدأ ان انا بقى اقطع كده دواير تكون قد بعضها، وبرضو هنعملها بنفس الطريقة، هنعملها افرع او هنعملها على شكل لب. وهبدأ ان انا احطها واوزعها كده على داير ما يدور حوالين القلب بتاع الوردة بتاعتي. طريقة سهلة جدا وممتعة ومش هتاخد معاكي اي وقت. في ناس هتسألني هتقولي طيب احنا الكتابة بتاعتنا بتقع مننا، او الاشكال اللي احنا بنعملها على شكل تاني بتقع مننا. هقول لكم لو انتم مثبتين كويس قوي الاشكال والكتابة هتلاقوا بعد التسوية الحاجة معاكم طالعة مرنة وطالعة جميلة جدا، ومفيش اي تشققات ومش بتقع منكم.
ولا هيبقى فيها اي حاجة. المهم نثبت كويس قوي الكلام بتاعنا بان احنا نضغط عليه ضغطة بسيطة، وبرضو اي شكل عندك اضغطي عليه ضغطة بسيطة هتلاقي الدنيا معاكي ماشية حلو جدا. بكمل بقى الوردة بتاعتي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، واحدة واحدة كده بتبدأي تحطي الاشكال. وهنا هاخد اداة التنقيط وهبدأ ان انا اعمل خطوط كده في الافرع. وبعد ما هعمل خطوط في الافرع هاخد برضو القلب كده وهبدأ انقطه تاني علشان يكمل لي الشكل بتاع الوردة ويديني شكل كويس. انا هكمل بقى باقي الورود بتاعتي ونرجع لكم بعد ما نخلص باقي الورود. وبكده خلصنا باقي الورود بتاعتنا، وحطيت كده افرع صغيرة بين السطور وحددت مكان الفتحات بتاعة الدلاية بتاعتي. تمام، هنا بقى خدت قطعة من البيبي بلو وعملتها زي دايرة، وبعدين ضغطت عليها وفردتها على الاخر، خليتها تبقى الارضية بتاعة الوردة بتاعتي، علشان انا حابة المسمار ما يكونش في الشكل، انا حاباه يكون في الظهر. فده شكل المسمار بتاعي. المسمار بتاعي ده بيبقى مفتوح من ناحية ومقفول من الناحية التانية. تمام، وبثبته كده على القطعة اللي احنا عملناها دي، هتبقى الارضية. وخدت قطعة كده من اللون الاصفر وعملتها قلب الوردة بتاعتي، وضغطت عليها ضغطة بسيطة جدا برضو، وبدأت ان انا انقطها بأداة التنقيط. هتقولولي طيب هو كده المسمار هيبقى ثابت؟ هيبقى ثابت. وانا طبعا بعد ما بخلص بحب برضو احط نقطة امير في من فوق ونقطة امير من تحت على المسمار علشان اتأكد ان هو ثابت كويس قوي، وبصراحة بيبقى النتيجة كويسة قوي. طيب بالنسبة للشكل هتقولولي طيب لما تحطي كذا شكل على بعضيه هل كده هيبقى ماسك من غير ليكويد؟ هقولك لو انتي مثبتاهم كويس هيبقوا ثابتين معاكي وحلوين جدا. زي ما انتم شايفين انا خدت قطعة من البيبي بلو وعملتها رول، بس رول كبير شوية، وبدأت هقطعها بقى افرع قد بعضها. تمام، وتكون متساوية في الحجم ومتساوية برضو في الطول. هعمل بقى كده كذا واحدة وهحطهم جنب بعض. طبعا تقدري تعملي لو عندك وردة تقدري ان انت تقطعي الاول وبعدين تعمليهم دواير، وبعد ما تعمليهم دواير تعمليهم افرع وبعد كده تبدأي تستخدميهم، او ان انت تعملي واحدة واحدة زي ما انا ما بعمل كده. طبعا لو حسيت ان في فرع اطول من فرع او اكبر من فرع في الحجم ببدأ ان انا اصغره واعمل فرع غيره. هبدأ بقى اثبت الافرع بتاعتي حوالين القلب كده. تمام، عايزة اقول لكم لو هو شكل كبير زي كده وانتوا خايفين احسن الافرع بتاعتكم يعني ما تبقاش ثابته كويس، استخدمي الليكويد لو عندك الليكويد، او ممكن تحطي كده نقطه ايبوكسي، بس انا بصراحه ما بحبش الايبوكسي في الاشكال علشان طبعا في التسويه بيصفر. فاللي هتعمل كده تبقى حريصه قوي مع الايبوكسي ومع طريقتها في حط الايبوكسي. بعمل الافرع بتاعتي بقى وبحطها داير ما يدور. عايزه اقول لكم ده التصميم الاساسي بتاع الورده، يعني ده الشكل الاساسي اساسا اللي معروف بيه الورده اللي في التصميم ده. تمام، هو بيبقى ده شكلها، بس انا العميله طلباها مختلفه شويه، فهتشوفوا مع بعض كده، هنشوف مع بعض ازاي هعملها على حسب طلب العميله. تمام، بثبت كده فرع ورا التاني. بصراحة الدلاية دي ممتعة جدا جدا. طبعا بعد ما هنخلص الوردة بإذن الله عايزة اقول لكم ان احنا هنسويها بقى، بعد ما تخرج من التسوية هنركبها وهنغلفها وهنعمل فيها كل حاجة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تبخلوش علينا باللايك يا ريت. ولو عندكم اي تعليق او اي ملحوظة يا ريت تكتبوها لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم. واللي عايز برضو اي حاجة يكتبها لي في التعليقات تحت وان شاء الله نعملها سوا. طبعا لو انا حسيت ان في فرع من الافرع كبير او اي حاجة ببدأ ان انا اشيله من الشكل وارجع
اظبطه وبعدين ارجع الزقه تاني. ده كده الشكل الاساسي بتاع الوردة بتاعتي. ولو عملت لها بقى الخطوط بتاعتي على كل فرع هيبقى ده الشكل الاساسي. انا العميلة طلباها مني ان القلب يكون هو اللي بارز ويكون هو اللي ظاهر مش الافرع، تمام. فحطيت كده جزء تاني من اللون الاصفر، وبأداة التنقيط هبدأ ان انا اعمل لها شكل كده، ويبقى كده احنا خلصنا الدلاية بتاعتنا. وهنبدأ بقى جزء التسوية. احنا كده جينا عند الفرن بتاعنا، وهنا بحاول اخلي كل الزراير بتاعتي على تحت بس علشان يكون الفرن شغال على تحت بس. وده تايمر الوقت. اول ما بلف المفتاح كده لمبة الفرن بتنور معايا، تمام، وده بيأكد لي ان هو شغال. وبعد كده ده تايمر الحرارة بلفه برضو على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق علشان يكون الفرن بتاعي سخن كويس. انا اشتغلت هنا على لوح ازاز. لوح الازاز بصراحة احسن معايا علشان بيوفر عليا لو انا هعمل كذا دلاية مع بعض بقدر ان انا ادخلهم كلهم مع بعض. طبعا ده الترمومتر بتاعي. احنا هنقيس بدرجة الحرارة اللي هي بتكون جوه دي، تمام. انا عايزاه يوصل على درجة حرارة 140-150، تمام. تركاية مهمة جدا جدا جدا، قبل ما هحط الشغل بتاعي هدخل معاه قطعة من بواقي الصلصال او اي قطعة من اي لون من الصلصال. اهم حاجة تكون بنفس الحجم بتاع الدلاية او بتاعة الشغل بتاعي، ودي اللي بنختبر عليها. هتقولولي ليه؟ هقول لكم علشان لو لا قدر الله طلع فيه اي حاجة التسوية مش مظبوطة او اي حاجة، او مكان ما بختبر الصلصال بتاعي علم او اي حاجة، يبقى الشغل بتاعي كويس واقدر ان انا احافظ عليه وارجع اسويه تاني. فدي قطعة الصلصال اللي انا هختبر عليها الشغل بتاعي. زي ما انتم شايفين انا خليتها على 40 درجة و عدت 10 دقايق، فخليتها على 20 درجة بس علشان اشوف هل هياخد نص ساعة ولا هياخد اكتر من كده. بعد ما عدت 10 دقايق فتحت عليه وهبدأ ان انا اختبره كده بضافر ايدي. طبعا اول ما اختبرته لقيته ان هو لسه ما استواش، فقفلت عليه تاني ورجعت تاني بعد ما عدى 10 دقايق وقلت برضو اشوفه تاني، لقيته لسه ما استواش، فهسيبه كمان 10 دقايق يبقى كده نص ساعة، تمام. زي ما انتم شايفين كده عدت 10 دقايق، ودي كده كانت اخر مرة افتح الفرن بتاعي. ولما جيت جربت على القطعة الصغيرة لقيتها ان هي استوت وضفري ما بيعلمش. هسيب بقى الصلصال بتاعي يبرد خالص في الفرن وبعدين هطلعه. زي ما انتم شايفين انا سبته برد خالص وبعدين طلعته. شايفين المرونة؟ دي القطعة اللي احنا كنا مدخلينها، تمام. شايفين المرونة بتاعت الوردة حلوة ازاي؟ وبرضو الاشكال بتاعتنا طرية خالص ومرنة، والحمد لله يعني التسوية كانت مظبوطة. فانا عايزة أأكد على معلومة ان التسوية بتاعتك طبعا بتختلف من فرن لفرن، ولو ما عندكيش ترمومتر فاحسن طريقة واحسن حل ان انتي تفتحي عليه كل 10 دقايق تشوفي التسوية بتاعتك مظبوطة ولا لا. دي بقى مرحلة التركيب. زي ما انتم شايفين دي مسامير بتبقى مقفولة من ناحية ومفتوحة من الناحية التانية. انا بدخلها في القطعة كده، تمام، وببدأ اتني المسمار بتاعي وبعد كده ابرم الجزء اللي فوق ده. وعايزة اقول لكم ما تسيبوش الادوات بتاعتكم قدام الاطفال، علشان ما شاء الله بنتي مضيعالي نص الادوات فملقتش البنسة بتاعتي، فاضطريت ان انا استخدم الزرد بصراحة سهل جدا في الاستخدام، ولو انتي مبتدئة هيبقى سهل عليكي وابسط واسرع، تمام. زي ما انتم شايفين انا باخد حلقة كده من حلقات الزرد، والزرد بيبقى ليه 3 مقاسات، صغير ووسط وكبير. انا خدت الحجم الوسط، والحجم الوسط بصراحة بيبقى جميل جدا جدا في الشغل. باخد اول حلقة وبفتحها وبعدين بدخل فيها حلقة تانية وارجع اقفلها. انا كده هركب في كل قطعة، تمام، حلقتين
الى حد ما. تمام، اهي بدخل اول حلقة، وقبل ما اقفل اول حلقة بدخل فيها حلقة كمان، وبعدين برجع اقفلها. شايفين القطعة الاولى خدت حلقتين فوق وخدت حلقتين تحت. القطعة التانية هتاخد حلقة واحدة بس. تمام، اهو دخلت فيها الحلقة بتاعتي، وقبل ما اقفل الحلقة بتاعتي هدخلها في القطعة الاولى. شايفين؟ وهرجع اقفل الحلقة بالطريقة دي. برضو الحلقة اللي تحت هتاخد بقى حلقتين. تمام، هدخل الحلقة بتاعتي كده، بفتحها وبدخلها بالطريقة دي. طبعا لو ما دخلتش منك ولقيتي المكان مسدود، بسيطة جدا، بدبوس عادي خالص هتبدأي ان انتي تدخليه في الفتحة بتاعة الدلاية اهو، وبعد كده بترجعي تدخلي فيها الحلقة بتاعتك. ان شاء الله طريقة استخدام المسامير وبرم المسامير احنا كنا قايلين قبل كده احنا بنبرم المسمار ازاي، وان شاء الله في الحلقات الجاية هبقى انزل لكم تركيب الدلاية بالمسمار. هنا كده دخلت الحلقة بتاعتي وركبت فيها حلقة وقفلتها. هنا بقى هضطر ان انا افتح الحلقة التانية علشان الوردة بتاعتي زي ما انتم شايفين المسمار بتاعي مقفول من ناحية ومفتوح من الناحية التانية، فهفتح الحلقة وأعدي فيها المسمار وبعد كده أقفلها. آخر واحدة دي زي ما انتم شايفين ده المسمار مفتوح، فطبعا هنحتاج البنسة بتاعتنا، والحركة دي يا ريت ما تجربوهاش. انا هنا قفلت المسمار بتاعي بالمقص. تمام، بس يا ريت ما تجربوش الحركة دي، وتحاولوا ان انتوا تحافظوا على الادوات بتاعتكم. ركبت بقى في الحلقة بتاعتي في المسمار حلقة، وبعدين خدت حلقة كده ركبتها في الشرشوبة دي، وبعدين ركبتها في الحلقة وقفلتها. تمام كده احنا ركبنا الدلاية بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف الشريط الستان وطريقة تركيبه. زي ما انتم شايفين انا بحاول اقسم الشريط الستان كده لقطعتين متساويين. القطعة الواحدة فيهم دي حوالي يعني القطعتين دول مثلا الشريط ده حوالي 60 سنتي، ولما قسمته جزئين بقى 30. تمام، في كل جنب. وهنا بعود الكبريت او بالولاعة هتبدأي تمشي على طرف شريط الستان علشان ما يكرش من العميل او ما يكرش منك. تمام، وهنا دخلته كده في الحلقة، وبعد ما دخلته في الحلقة زبطت كده المقاس، وبعدين هربطه عقدة. تمام، ربطته عقدة وبعدين هعمل فيونكة. تمام، بعد ما ربطته فيونكة كده هربطه فيونكة تانية، وكده يبقى هو ثابت معايا وكويس. عايزة اقول لكم ان هنا انا ربطت عقدة تانية فراحت الفيونكة فكت مني، فاحنا هنخلي احسن فيونكة تبقى كبيرة، وبعد ما نربط الفيونكة الكبيرة نرجع نربطها ربطة تاني، وبكده هتبقى ثابتة معاكي وكويسة واحسن. تمام اهو كده بقى العميلة تربطها، ولو عايزاها تبقى طويلة عايزاها تبقى قصيرة هو كده مش متبقي منه غير حوالي 15 سنتي في كل ناحية. ده بقى الكارت بتاعي اللي انا بحط عليه الشكل. تمام، الكارت ده تقدري ان انتي تعمليه في مطبعة او تجيبيه جاهز من السيلر اللي انتي مشترية منها الادوات. تمام، بيبقى متوفر. انا جبته من السيلر ما طبعتوش، طبعا تقدري انتي تطبعيه باللوجو بتاعك هيبقى احسن برضو. بدخل كده شريط الستان من الناحيتين، وبعدين برجع اربطها فيونكة من ورا. تمام، الكارت بتاعي ده ليه اكياس خاصة بيدخل فيها. تمام، برضو بتجيبيها من السيلر او بتعمليها في مطبعة الاكياس والشنط. لو عندك كارت هتبدأي تحطي امير وتلزقي الكارت بتاعك. انا لزقته هنا على اللوجو اللي كان على الكارت. تمام،
وبعدين دي الشنط بتاعتي او الاكياس اللي بنحط فيها الشكل، بيبقى فيها مقاسات طبعا على حسب اذا كانت ميدالية او دلاية او ايا كان. انا هنا دي الصغيرة للميدالية والكبيرة للدلاية. بدخل فيها الشكل بتاعي كده بالطريقة دي، وببدأ اشيل البلاستر اللي انتوا شايفينه ده واقفلها بالطريقة دي. طبعا ده التغليف المبدئي، تقدري بقى تحطيها في شنطة هدايا او تغلفيها بورق الكرافت وبعدها